المفطر في نهار رمضان عمدا بغير عذر أشد من الزاني وشارب الخمر. يا إخوة، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. بعض الناس اتخذوا العبادات لعب يلعبون بها، والبعض يتفاخر أنه مفطر، بل والبعض يجر بعض الأصحاب والجلساء إلى الفطر فيتحمل إثم فطره ويتحمل إثم من أفطروا معه. كيف ستلقى الله؟ كيف ستلقى الله عز وجل؟ يا أخي احمد الله، والله أن هناك من الناس من عنده فشل كلوي ويصوم، من الناس من هو مصاب بالسكر، وتعرفوا أصحاب أمراض السكر لو جاع جسمه يهتز، لا يصبر على الجوع، ومع ذلك يصوم. من الناس والله كبار في السن، كبار لا يقوى على الحركة،